عندما يعشش الفقر في بلد ما وتصرف الدولة الملايين على النجوم العالميين يصبح الأمر مثار جدل واسع. الاخوان واحد السلام عليكم. الحلقه ديال اليوم سخونه وحاره بزاف لانها على موازين المهرجان اللي دوخ الملايين. وقال لك اش خاصك العريان؟ قال ليه خاتمه مولاي. العكر على الخنونه، الفقر والضغط والنشاط ما عمرهم يتلاقاو. بغيت نسول هاد المسؤولين واش عندكم شي دماغ ولا ما عندكمش؟ واش نتوما واحدين الميزانيه هابطه، البوطه طالعه، الحولي ما عادش الناس باش يشريوه، وفي الاخر دايرين لنا الموازين ودايرين لنا النشاط؟ بغيت نسولكم واش ملي كتكاو على المخده وكتنعسوا وكتحطوا راسكم كيجيكم النعاس؟ شكرا لكم بزاف، شكرا لكم بزاف جمهور موازين، شكرا بزاف من القلب. والحمد لله اللي ما عطراش عليكم دوك الناس ديال المقاطعه ديال الموازين وجيتوا وشرفتونا هنا. شكرا لكم بزاف، شكرا ومبروك علينا هذا الحفل هذا اللي كنتجمعوا فيه كاملين وكنشوفوا بعضياتنا وكننشطوا. انتم بينتوا اليوم بانكم ماشي اعداء النجاح وبانكم باغيين النشاط في هذه البلاد، والحمد لله بينتوا لنا بان باقي الحلوف مادام كتجيو لهاد الموازين اذا باقي الحلوف في البلاد. واخا زدنا عليكم الزيت وزدنا عليكم البوطه وزدنا عليكم المازوط وغلات الخضره والحاولي غالي، ورغم ذلك باقي كتجيو الموازين. هذا هو الكلاخ اللي بغينا ننشرو في الشعب، والحمد لله هو كيتجسد فيكم نتوما اللي جيتوا باش تنشطوا وناس الدنيا. كما كيقول المثال اضربوا بالكرا ونسى فلوس الكرا. شكرا. واحد القضيه اخرى بالنسبه لذوك الناس المشككين في النزاهه ديال الحكومه ديالنا اللي كيقول لك اسيدي حقا بحقا جبتوا الفلوس وخسرتوا على الناس الفنانين من برا وعطيتهم زباله ديال الفلوس. لا سيدي هادشي ما كاينش، غير شي بركه شاطنا من الميزانيه وقلنا نشطوكم نشطوا الشعب. وكيقول المثال الكرشي اللي شبعت كتغني. مهرجان موازين من الجمعه حتى الاثنين، سمعوا يا المساكين. وحنايا ما بغيناش موازين، بغينا نعيشوا حتى حنا كي الاخرين. وسمعوا ليا يا المسؤولين، فلوس النشاط اعطيوهم للمساكين ويكون فيكم شويه دم وحسوا بخوتكم الفلسطينيين. والدارجه اللي مشى الموازين ماشي راجل، اللي مشى الموازين ماشي انسان. وبيني وبينكم صراحه كاع اللي مشى لهاد الموازين وكاع اللي شارك في هاد الموازين وكاع اللي جاب لنا هاد الموازين ماشي راجل، لانه بلادنا محتاجه بزاف ديال الحوايج من غير موازين ومن غير النشاط. ظروف اللي كتعيشها بلادنا من فقر وتهميش وهاد المشاكل كامله، ونوضوا نديروا موازين نخسروا فيها زباله ديال الفلوس. وباش من بعد لا بغينا نديروا شي مهرجان نديروه في الصناعه وفي الثقافه، ماشي نديروه في النشاط. ها هو شاط. الو سعد مولا، كلشي بخير الحمد لله، اللهم لك الحمد. كيفاش؟ والله يهديك الناس معارضين الموازين وغدي على هذوك الله يهديك. شوف اسيدي حنا مع الاغلبيه، الناس بغات نشاط عطيهم النشاط صافي، واللي دوا الحبس. هذاك الشيء اللي كاين. والله يهديك تابعنا على شويه الميزانيه، غير شاد شويه الميزانيه بدنا نفرقوها. شحال عطيناهم كاع حتى كتشوف شحال؟ واحد 2 مليار و500 تا هي. حنا الموازين راه مهرجان عالمي، غير تعرفنا بالنشاط. الموازين راه كياكلوا فيها الخبز الكبار، اي صغار ليهم الله ما عندنا ما نديروا لهم. وشوف الله يرضي عليك هذوك البيفان، الله يرضي عليك دوز عند ابراهيم ركبهم ليا. اييه وكل ما فركبتيه دير لي 2500. اييه 1500 ديالك و1000 درهم ديالي. واش واحد ينشط واحد يتكرفص؟ وتا حنا خصنا الكاميله ديالنا. عاودي يا موازين عاودي قالك النشاط، وبلادنا بحال الحلوى ما عندنا ما نديروا، كل واحد كيضرب منا مورسو. حتى حنا خاصنا نذوقوا الحلاوه ونغمسوا شويه، ما نغمسوش. بزاف ديال الطلبه وديال المعطلين واقفين. واش هاد الناس اليوم محتاجين للمهرجان؟ واش هاد الناس محتاجين للرقص؟ واش هاد الناس محتاجين للغناء؟ وبالنسبه لكم حنا كلشي قضيناه، بقى لنا غير مهرجان موازين. هادشي اللي بقى لينا. المهرجان ما عمره ما كان حل باش نلهيو الشعب. المهرجان كيكون ملي كتكون الدنيا بخير. الشعب المغربي يعاني من مشاكل، وصراحه حنا ما خصنا غير نتوحدوا ونكونوا يد في يد كما قال هاد الشريف هذا. اجيو معايا يا عباد الله نديروا اليد في اليد
وتكون مقاطعة موازين لهذا العام والعام الجاي، وزيد وزيد حتى ما يبقاوش يدخلوا لنا هاد المصايب الكحلة السحلة لبلادنا الحبيبة. هذا كلام زوين، عجبني الحماس اللي كيهضر به هذا السيد. كمل اخويا. كذلك بغيت مقاطعة من نوع خاص، كيف ما داروا هما زيرو ميكا وزيرو كذا، حنا بغينا هاد العام زيرو حولي، زيرو حولي. الله يهديك يا سيدي، زيرو حولي. تا الله يهديك يا سي محمد، وراه حنا كناكلوا اللحم عام مره في العام. الله يهديك، زلنا الشوا لا ما كليناش راه غنعواجو. الله يهديك، قول اي حاجه. الى العيد الكبير لا، الزنان لا، القطبان. وبيني وبينكم الفلوس ماشي ما كاينش في البلاد، كاينه في البلاد. والدليل هو ان الناس كتدخل ب 6500 درهم باش تشوف عروض ديال الموازين. والله ما عرفنا واش الفلوس كاينه في البلاد ولا حنا اللي تكتب علينا الزر. هانتوما التيكت الموازين 6500 درهم، صراحه ثمن مناسب، صراحه ثمن مناسب. 6500 درهم جولد وفي اي بي واقيلا كتخلصها كتدخل تحضر باش تشوف واحد كيغني فوق لاسين. الحصول كما كاين الابيض كاين الكحل، وكما كاين الخايب كاين الزوين، والشعب المغربي ديما فيه الخير وباقي فيه الخير. مقاطعون موازين لأن الأوضاع اللي كنعيشوا فيها داخل البلاد أوضاع مزرية، اقتصاد متدني، أزمة خانقة. اش بغيتي يا العريان؟ موازين مولاي. إلا شوية الناس عاجبهم الحال وعاجبهم موازين وعاجبهم يرقصوا على الدماء ديال الفلسطينيين، فتحية لهاد الناس اللي خرجوا المظاهرات الداعمة لفلسطين والرافضة المهرجان موازين. وتحية المرأة المغربية اللي كتبين الصبغة ديالها والأصل ديالها والتضامن ديالها من شمال المغرب. كندعيو جميع المغاربة أي واحد كيفكر أنه يمشي الموازين ما يمشيش. هذا ماشي الوقت ديال الرقص، ماشي الوقت ديال الغناء، ماشي الوقت ديال الفرح. وصراحة كما قلت لكم الزلط والقهرة راه ما كيتلاقاوش، ولا هاد المسؤولين دايرين لنا المهرجان ديال الموازين باش يغطيو على الذنوب ديالهم وعلى هاد الكوارث اللي كيديروا، فالشعب المغربي كيقول لا ثم لا. كل يتعلق من كراعه. شكرا. الشعب يريد مقاطعة موازين. اش بغينا هاد موازين؟ وبالدارجة اللي مشى الموازين ماشي راجل، اللي مشى الموازين ماشي انسان. يسقط موازين. الوغ كو الشباب ديالنا راه محتاج لهذا الملاير، راه بزاف لي بروجي محتاجين هذا الملاير. اما الموسيقى على طول العام راه حنا تنشوف، وما كاينش الموسيقى اللي ما كاين بحال الشعبي ديالنا. هذاك الشيء اللي كاين كما قالت لكم الحاجه، دايرين الموسيقى ودايرين النشاط، ديروا لنا شعبي حق جر ديالنا وفلوسنا تبقى عندنا. ومن بعد كورونا الفنان ديالنا اصلا مزلوط ومحاك، وتا هو كتلقى كاري والله يحسن العوان. ومغني ديالنا يعطيو 20 مليون وواحد يجيبهم من برا مخلصين عليه الطياره، مخلصين اشنو تيغني تيهبط من المنصه تيقبل الطياره تيرجع، ما تيضيع حتى شي حاجه، ما تيصرف حتى شي حاجه هنا في المغرب. وهاد السياسه اللي غادا بها هاد الحكومه ديالنا الله يخلف عليها، الشباب ما بقاوش باغي يتزوجوا والعزوف اكثر، والفنانه بقاو كيتشمشوا. على الاقل جيبوا فنانه ديالنا وفلوسنا تبقى عندنا، تبقى دور في البلاد. مهرجان موازين ما يكونش في المغرب. وفين يكون عمي؟ في طاليان. هاد الفلوس اللي غيديو هاد المنشطين ولا هاد الفنانين اللي غيجيو بالملايين زايدين في المغاربه الضعفاء اللي ما عندهمش. وعمي الضعفاء راه ما بقى باغيهم حد. هما عطاوهم 500 درهم ديال الدعم، داز السيمانه عيطوا لهم داو لهم الدعم وقال لهم خاصكم تخلصوا 170 درهم. واش هذوك كيبقى فيهم شي درويش؟ موازين صعيبه تتلاهي. اول حاجه تتلاهي التلاميذ على القرايه ديالهم، تتلاهي على الدراسه ديالهم. وباش تعرفوا المسؤولين كيخافوا علينا وقلبهم علينا، وكيخافوا على التلاميذ وعلى المستقبل ديالهم. كيجيبوا موازين مع الامتحانات قد وعاقولوا لي كي بغيتي التلميذ حتى يركز، جايبين ليه موازين مع الامتحانات، يشدهك ولا يشدهك، واش يحفظ ولا يمشي للمهرجان. والخلاصه ديال هادشي كامل كيبان لك بان هادشي مدبر. ولادهم كيقريو برا، ولاد الشعب كيجيبوا ليهم مهرجان موازين مع الامتحانات قد باش واحد ما يطفروش وباش تكثر الاميه. يعني هاد الموازين بحال كما تيقولوا تيديروا الناس فوق الشبعه. حنا باقي ما محتاجينش ليها دابا، ملي نكون ان شاء الله وصلنا لواحد المستوى عالي عاد يمكن لنا يديروا موازين ويديروا اللي يعجبهم. هذاك الشيء اللي كاين، ملي نقراو ونشبعوا ونخدموا وناكلوا ونشربوا
ونعيشوا لاباس. ديك الساعه نديروا موازين الصباح وعشيه، ما ديروش مره في العام. سمعتي السي المسؤول؟ دونك انا مع تنظيم ديال مهرجان الموازين، انما مع مجموعه ديال الاقتراحات اللي نقدروا نضيفوهم للجنه المنظمه، هو تنظيم مهرجانات موازيه في مختلف المناطق المغربيه. وتحيه لهاد الشباب اللي باغي المهرجان تيقواو وما كيهضرش على الخدمه وعلى الصحه والتعليم. المهم هو المهرجانات، المهم هو النشاط. والحصول في نهايه الحلقه بغينا نتحدوا كاملين وننجحوا الحمله ديال مقاطعه موازين. الله ينصر فلسطين وغزه على الاعداء الغاشمين. والسلام عليكم. Remix collection of the mix.